في زمن قل فيه العلماء اللي بيجمعوا بين العلم والتواضع، كان الدكتور أحمد عمر هاشم منارة للعلم. في حلقتنا النهاردة في شخصية مؤثرة مع مروة هنتعرف على العالم الجليل. في قريته الصغيرة بني عامر تبع مركز الزقازيق في الشرقية، اتولد الدكتور أحمد عمر هاشم يوم 6 فبراير سنة 1941 في بيت أصيل بيرجع نسبه للإمام الحسين بن علي. الساحة الهاشمية في قريته كانت دايماً ملتقى للعلماء والصالحين، وهناك اتربى في بيئة أزهرية بتحب العلم والقرآن، وحفظ القرآن الكريم في سن 10 سنين بس. دخل الأزهر وتخرج من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر سنة 1961، وبعدها حصل على الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكمل طريق العلم وحصل على الدكتوراه سنة 1973 بنفس التقدير. كان محبوب جداً من طلابه، وده بسبب ابتسامته الدافية واستيعابه لأسئلتهم مهما كانت بسيطة. وتدرج في المناصب العلمية في جامعة الأزهر، وأصبح عميد كلية أصول الدين في الزقازيق سنة 87، وبعدها رئيس جامعة الأزهر من سنة 1995 لسنة 2003. وفي سنة 2012 تم اختياره ضمن العلماء المؤسسين لهيئة كبار العلماء بعد رجوعها، وكمل نشاطه في مجمع البحوث الإسلامية، وشارك في مؤتمرات وهيئات دعوية وعلمية داخل مصر وخارجها. كان صوته في الإعلام معروف، سواء في البرامج الدينية التلفزيونية أو الإذاعية. في كل ظهور كان حريص يقدم صورة راقية عن الإسلام. الناس عرفته كخطيب مؤثر وشاعر على المنبر، وكتير من خطبه كان بيختمها بأبيات من ديوانه نسمات إيمانية، واللي كتبوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له دور سياسي من خلال عضويته في مجلس الشعب المصري لعدة دورات، دافع فيها عن وحدة الصف وحذر من الفكر المتشدد. ودايماً كان بيقول: الأزهر رسالة لا حدود لها. ألف أكتر من 120 كتاب في الحديث والسنة والسيرة النبوية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة 1992، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 2023، وكرمته نقابة الأشراف بلقب شيخ الشرف، وكمان اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم شخصية الدورة الإسلامية 26. الدكتور أحمد عمر هاشم كان عالم من طراز فريد، جمع بين العلم والشعر وبين الحكمة والإيمان. رحمة الله على العالم الجليل. خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح.